نفرهرو. النهاردة هنتكلم عن تاريخ إنشاء أعظم متحف للحضارة المصرية القديمة، اللي هو المتحف الشهير جدا اللي موجود في ميدان التحرير، اللي بيحظى بشهرة عالمية. هنبدأ الحكاية من أولها. عصر محمد علي بلا شك كان عصر نهضة حديثة ونهضة عظيمة جدا لمصر في كل المجالات، إلا إنه كان عصر كارثي بالنسبة للآثار. في الفترة دي الأوروبيين انبهروا بالحضارة المصرية القديمة، خاصة بعد أن نجح شامبوليون في فك رموز حجر رشيد، وظهر علم جديد اسمه علم المصريات وانتشر في العالم كله. ده أثار اهتمام العالم أجمع، وبدأ قناصل الدول الأجنبية زي برناردينو دروفيتي قنصل فرنسا في مصر، وأنري سولت قنصل بريطانيا في مصر، بدأوا يجمعوا الآثار المصرية من كل مكان لبيعها لمتاحف أوروبا. كانوا بيبيعوها لمتحف اللوفر وللمتحف البريطاني، والمنافسة بينهم كانت شديدة جدا. ومع الأسف محمد علي في بداية عصره لم يفطن لأهمية هذه الآثار وقيمتها التاريخية والأدبية بالنسبة لمصر وبالنسبة للحضارة الإنسانية. والمصريين كلهم كذلك لم يفطنوا لقيمة الكنوز المدفونة في أراضيهم من الناحية التاريخية والحضارية. هم اهتموا بس بالعائد المادي، بالفلوس. يعني كانوا بينقبوا ويحفروا ويطلعوا الحاجات وبمنتهى الاستهتار يبيعوها بأسعار بخسة جدا للأجانب اللي بيهربوها خارج البلاد طبعا. حتى محمد علي باشا نفسه في بداية عهده اعتاد ان هو يهدي القطع الأثرية للحكام الأجانب. من أمثلة ذلك ان هو أهدى مسلة رمسيس الثاني اللي كانت موجودة في معبد الأقصر، أهداها للوي فيليب ملك فرنسا. هو في الحقيقة أهداه المسلتين، لكن الفرنساويين خدوا واحدة وسابوا التانية، لأن نقل المسلة الأولانية كلفهم جهد جهيد. المسلة دي موجودة حاليا في ميدان الكونكورد في باريس. لكن محمد علي باشا، وده لحسن الحظ، سرعان ما أدرك القيمة الحضارية والإنسانية العظيمة لتراث مصر، فأصدر مرسوم بإنشاء هيئة الآثار والمتحف المصري، وأمر بمنع التهريب ومنع الإتجار في الآثار، وده كان سنة 1835. بالفعل تم إنشاء أول قاعة عرض متحفي بالأزبكية، واتنقلت بعد كده إلى قاعات أخرى في قلعة صلاح الدين الأيوبي، إلى أن جاء أوغسطو مارييت وهو عالم آثار فرنسي وأنشأ أول متحف حقيقي في بولاق الدكرور، وده كان سنة 1858، وتسمى في وقتها الأنتيك خانة. الاسم ده مشهور جدا. والمتحف ده اللي هو الأنتيك خانة أنشئ بأمر من الخديوي سعيد باشا وتحت إشراف أوغسطو مارييت. أوغسطو مارييت طلب إن هو يدفن في هذا المتحف، وبالفعل دفن في متحف بولاق طبقا لوصيته. جاء بعديه عالم الآثار الفرنسي جاستون ماسبيرو، وجاستون ماسبيرو قابل مشكلة، وهي إن مياه الفيضان كانت بتشكل خطر داهم على متحف بولاق. وفي 1878 مياه الفيضان دخلت جوه المتحف، فتقرر نقله إلى قصر الخديوي إسماعيل اللي كان موجود في الجيزة. فيما بعد هيجي الخديوي عباس حلمي اللي أمر بافتتاح المتحف الحالي في ميدان التحرير، وده كان سنة 1902. والمتحف ده هو المتحف الذي لا يزال قائما حتى الآن، وكل السواح بيروحوا يزوروه لغاية النهاردة، وبيجري حاليا تجديده. كمان تم نقل رفات ماريات باشا من بولاق إلى المتحف الحالي فور افتتاحه طبعا في 1902. بالإضافة لكل ده مصر لم تكتفي بذلك، احنا حاليا بصدد افتتاح أكبر متاحف العالم، وده هيكون يوم 3 يوليو العام الجاري 2025.